طبعا كلنا واخدين بالنا من الترند اللي طالع في فيديوهات التيك توك وانستجرام، واللي هو معظمه عباره عن بودكاست واتشهر بسبب واحد اسمه اليكس هرموزي. فانا في الفيديو ده هعلمك ازاي تعمل الستايل ده بالظبط في دقيقتين 3 بالكتير قوي. بعد الدقيقتين دول في مفاجاتين هقول لك عليهم. اول مفاجاه فيهم هي انك انت تقدر كنت بتحسب اللي انا هقول دلوقتي؟ لا بامانه، شوف الدقيقتين دول بس عشان هتحتاجهم جامد في الحاجتين اللي انا هقولهم بعدين. يلا بينا نفتح الفيديو على بريمير او اي سوفت وير انت بتشتغل عليه، سواء دافينشي، فاينل كات برو، فيلمورا، كاب كات، اي حاجه، كلهم بيشتغلوا بنفس الطريقه كده كده. دلوقتي بقى في حاجه، اما ربنا يكرمك ان شاء الله وتبدا تشتغل في المجال دوت، هتلاقي ان العميل بيبعت لك حاجتين. اول حاجه فيهم هو الفيديو الاساسي، تاني حاجه هي السكريبت. والسكريبت هنا مش هنستخدمه بس عشان السبيلنج او عشان نعرف هو هيقول ايه، لا ده كمان عشان تاخده كوبي بدل ما تكتب كل حاجه بايديك. هتقول لي طب ما بريمير بيعمل الكابشنز من نفسه، هقول لك هو بيعمل الكابشنز من نفسه، بس مشكلته ان هو دايما ما بيبقاش دقيق في حته ان هو يقطع الكلام بالظبط، بيبقى ساعات نص كلمه محطوط هنا، نص كلمه محطوط هنا، وهكذا. اول حاجه هنعملها هنقطع الفيديو بحيث ان كل الكلام يبقى ورا بعضه بالظبط. بعدين هنعمل التكست، دوس حرف التي، خد اول جمله من السكريبت كوبي، حطها هنا. ولو السكريبت مش معاك، وده في الغالب ساعات العملاء كتير قوي بيبقى مش مدينك السكريبت، او بيديك السكريبت بس في حاجات كتير قوي بيقولها ما بتبقاش موجوده فيه، زي ما انا بالظبط بعمل. بيبقى مثلا بقول حاجه والسكريبت مكتوب حاجه ثانيه خالص. المهم لو مش معاك السكريبت او مش واثق ان هو ده بالظبط، هتيجي عند الفيديو بعد ما تقطعه تعمل له اكسبورت وترفعه على موقع اسمه vid.io كده اهو. تقول له جنريت سبتايتلز، هو كده هيكتب لك اللي اتقال وده السكريبت بتاعك. بس طبعا لازم تبقى فاهم انجليزي كويس جدا عشان الموقع دقيق جدا بس بنسبه 95%، فانت هتلاقي فيه كلمات بتقع منه. دلوقتي بقى هنكتب اول جمله زي ما احنا ونعدل البارامترز بتاعتها اللي هي السكيل والستروك والشادو والحاجات دي عشان تبقى بنفس الشكل اللي احنا بنشوفه في الفيديوهات. بعد ما ظبطناها هنمدها طول الفيديو كله ونقطعها حتت كتير، وبعدها هتدخل تاخد كل حاجه كوبي من السكريبت وتحطها. لغايه ما توصل للاخر. المهم ولازم تاخد بالك من الحته ديت، لازم تحط البوردر عشان ما تطلعش بره السكرين. بعد ما نخلص هنظبط البدايه والنهايه بتاعت كل جمله بيقولها عشان ما يبقاش في حاجه بادئه متاخر او بادئه بدري قبل ما يقولها. دلوقتي احنا خلصنا الجزء الرخم، هتيجي بقى عند اول واحده تحدد انت عايز تعمل ايه بالظبط. هل انت عايز تلون كل كلمه بيقولها زي كده، ولا عايز تمشيها سطر وسطر زي كده؟ ممكن كمان تسيب الكلام زي ما هو بس فيهم واحده كبيره ومتلونه. ولو انت مش عارف تعمل ايه بالظبط، ممكن تدخل على فيديوهات اليكس على الانستجرام وتشوف هو بيعمل ايه بالظبط، او ممكن تدخل على الديسكربشن وهتلاقيني حاطط لك لينك لنوت مكتوب فيها كل حاجه اليكس بيعملها. المهم دلوقتي فاضل الحاجات البسيطه في الاخر زي البي ان جيز والساوند افكتس والبي رولز والايموجيز، والحاجات دي بتتحط في الاخر عشان تبين بس هو بيقول ايه وبتخلي الكواليتي بتاعت الفيديو احسن بكتير.
وبكده يبقى خلصنا ونقدر نعمل اكسبورت للفيديو ونبعته للعميل بتاعنا. بص في الاول هتاخد بالك ان الفيديو بياخد من ساعتين ل3 معاك، لكن دوت عشان انت لسه في الاول. بعد كده اما تمشي ايدك شويه هتاخد بالك ان الفيديو بياخد منك من ساعه لساعه ونص بالكتير قوي. نيجي بقى للمفاجاتين. اول واحده وهي ان في كذا عميل كلمني وفي شغل معايا للمجال دوت، فانت لو عايز تشتغل معايا هتلاقيني حاطط لك لينك تاني في الديسكربشن. اول تاب فيه هتلاقيها فيديو عباره عن تيست تنزله وتجرب فيه اللي احنا عملناه النهارده. بعد ما تخلص هترفعه على جوجل درايف، وبعدين هتدخل على التاب الثانيه هتحط فيها البيانات بتاعتك اللي عارف اوصل لك بيها واللينك بتاع جوجل درايف اللي فيه الفيديو. تاني واحده وهي ازاي تعرف تعمل بورتفوليو ليك. لو انت عايز تشتغل في المجال دوت فاسهل حاجه تقدر تعملها ان انت تدخل على اليوتيوب وتكتب المجال اللي انت عايز تشتغل فيه، زي مثلا بيزنس مثلا او كده، تكتب جنبيه كلمه بودكاست، تاخد الفيديو تنزله وتجرب عليه انك تقطع الفيديو لحتت صغيره بحيث ان هو يبقى ريل او تيك توك، وتطبق كل حاجه احنا اتعلمناها. وبكده كل ما حد يسالك وريني الشغل بتاعك القديم تقدر تطلع كل الفيديوهات اللي انت عملتها، لان الفيديوهات دي كتير جدا على اليوتيوب. وبكده يبقى خلصنا الفيديو بتاع النهارده. اتمنى لما تيجي تجرب اللي احنا اتعلمناه النهارده تفتح الفيديو تاني وتشوف احنا عملنا ايه وتطبق اول باول. وقف الفيديو وجرب الحاجه، كمل الفيديو وجرب الحاجه تاني، وهكذا. ما تنساش تشاركه مع حد من صحابك، واتمنى ان انت تعمل لايك وسبسكرايب عشان الفيديو دوت الفيديو اديتور بتاعي اسماء عوض وانا تعبنا فيه جدا. شكرا.